أنا عايز أعرف يا أستاذ معاذ ماذا استفادت البشرية بأكملها عندما قرأت حبيبي مد يده في الكوة فأنت عليه أحشائي. أنا والبشرية بأكملها استفدنا إيه لما عرفنا إن واحدة بتقول لحبيبها إن حبيبي مد يده في الكوة؟ الناس تكتب معنى الكوة معناها إيه بقى، وتدخل في أي تفسير تكتب معنى الكوة معناها إيه؟ معناها الفتح. هي الفتحة بقى، الله أعلم. شوفوا أنتوا بقى أنهي فتحة بقى. تمام. فأنت عليه أحشائي. أنا والبشرية بحالها إيه اللي استفدناه عشان يبين لنا علاقة الله بشعبه؟ يعني هو ربنا بيورينا علاقة الله بشعبه ان هو يقول ان الست بتقول لحبيبها مد يده في الكده يعني. فأنت عليه أحشائي. الأسوأ من النص ده والأسوأ من الألفاظ دي انك تقول ان الألفاظ دي انك تضع الله في الألفاظ دي. ان المشبه به هنا الله، يعني انت بتشبه الله بالعريس اللي قاعد بيقول لها هاتي كذا وحط ايده كلام بس وانتوا فاهمين.